السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم كلكم. اتمنى الاول حد لو انتوا اول مرة تتفرجوا معانا على الفيديو دوت، اول مرة تدخلوا على القناة بتاعتي، اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل حاجة اعملها توصلكوا اول باول. انا هوريكم النهارده اول غدا لينا في اول يوم في عيد الاضحى المبارك. عملت ايه بقى؟ عملت طاجن بامية باللحمة الضاني، تحفة تحفة يا جماعة، والله العظيم طعمه لا حاجة مختلفة جدا جدا جدا. كملوا بقى معايا الفيديو للآخر عشان نشوفوا السر ايه اللي خلى طاجن اللحمة بالبامية كان حلو قوي. والتكة اللي انا حطيتها يعني وقت اللي ما كنت بقى بعمل الطاجن كان خلى طعمه احلى مليون مرة من اي مطعم بندخل ناكل فيه. طاجن برام لحمة بالبامية يعني. كملوا بقى معايا الفيديو للآخر. اول حاجة انا عملتها زي ما انتم شايفين، جبت طماطم، جبت حوالي 5 طماطمات حجمهم كبير، حطيت فيهم بصلايه وضربتهم في الخلاط كويس. كنت حاطه معلقه سمنه ومعلقه زيت على النار. اول ما سخنوا نزلت بيهم بالطماطم، وبعد كده بعد ما نزلت بيهم بالطماطم حطيت شويه فلفل صغيرين، شويه ورق لورا، فصين حبهان. حابه تحطي بشره جوز الطيب بتحبيه حطي، حابه تحطي 7 بهارات بتاعت يعني 7 بهارات حطي، حابه تحطي بهارات اللحمه برضو حطي. انا حطيت بشر جوز الطيب وحطيت شويه بهارات لحمه وحطيت شويه برضو شويه صغيرين خالص، 7 حبات. خلاص الصلصه سبتها حوالي على النار 10 دقايق. بعد 10 دقايق يعني ما سبتهاش ليها تتقل، لا كانت خلاص هي كان قدامها برضو 10 دقايق وتستوي انا مش عايزاها تتقل، انا عايزه احط فيها اللحمه تاخد طعم الطماطم وطعم البصل المضروب في الخلاط، وتاخد التوابل اللي انا حطاها. هتخلي بصي التركه ديت هتخلي طعم الاكل تحفه قوي. زي ما قلت لكم كده، جربوا ان انتوا تحطوا الصلصه تكون لسه نص سوا، وقوم جايه حاطين فيها اللحمه، والله العظيم هتفرق بصي في اي خضار، في بسله، في لوبيا، في باميه، اي خضار تعمليه في لحمه جربي التركه دي. هتاكلي والله العظيم طاجن لحمه او تاكلي حله لحمه بالخضار طعمها احلى من المطاعم مليون مره. طب انت يا ام مليكه ما عملتوش بالتوم ليه؟ لا انا لسه هوريلكوا هحط التوم امتى، مش هحط التوم دلوقتي. الباميه اهيت كنت جايبه حوالي كيلو، مسكتها بقى انا جايباها من بالليل، مسكتها بالليل غسلتها بميه بخل كويس قوي، لان برضو عشان بتبقى الباميه دي كلنا بنبقى عارفين ان هي بتبقى مرشوشه وكده. غسلتها بميه بخل كويس وسبتها تتصفى وحطيتها في التلاجة. تاني يوم الصبح زي ما انتم شايفين ما شاء الله كانت زي الفل ولونها اخضر زي ما هي، وكانت ولا كانت بقى مزلزقه ولا كانت اي حاجه. هاخدها دلوقتي اقمعها بقى واظبطها. اللحمه برضو قعدت اقلب فيها شويه عشان بصوا اي حاجه فيها صلصه تخافي ان انت ممكن تتحرق منك. يعني انت تبقي بتعملي مثلا كذا شغلانه بس مركزه في في دي وفي دي وفي دي، عشان ممكن لو سهيتي شويه اللحمه ممكن تشيط منك. شوفي انا ما حطيتش ولا نقطه ميه، انا سايبه اللحمه تتشرب التوابل اللي في الطماطم، 7 بهارات، بشر جوز الطيب، البصل. خلاص بقى كده قلت بقى ما ازودها شويه ميه. بصي كنت بزودها كوبايه كوبايه، واهم حاجه الميه اللي تزوديها تكون ميه سخنه. عندك كاتل شغليه وخلي الميه اللي فيه سخنه، ما عندكيش حط اي حله سخنه على النار وخدي منها كوبايه بكوبايه كده عشان بس اللحمه ما تشدش منك. سبت بقى اللحمه زي ما انتم شايفين اهيت، اول ما غليت سبتها على نار هاديه مع نفسها، ومسكت الباميه بقى قعدت كده على على الركنه، قعدت امع انا بقى الباميه كده وانا قاعده وملكه قاعده جنبي. كانت اللحمه خلاص دخلت في السوا. اللحمه كانت سبتها على النار بالظبط ساعة ونص، عشان انتوا شايفين العقد بتاع اللحمة مش كتير ازاي. العقد بتاع اللحمة مش كتير لان انا ما كنتش مزودتش الحلة كلها مية، انا كنت بزود كوباية بكوباية كوباية بكوباية مغلية عشان تستوي معانا. انتي حاسة للحمة اللي عندك لحمة كبيرة او لحمة ضاني كبيرة، بصي هقولك على سر حلو قوي 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 هيفرق معاكي. حطي ناقة بلح. ناقة بلح هتعمل ايه؟ ناقة البلح مش بقى سكر يغير الطعم او اي حاجة تانية، لا حطي ناقة بلح او ناقة تمر، اغسليها كويس تحت المية وحطيها في وسط اللحم.
اللحمة معاكي هتاخد يعني، اللحمة ديت، اللحمة دي تعتبر كانت صغيرة ساعة ونص واستوت. انما تخيلي لو دي لحمة كبيرة تقعد ساعتين ونص، انما لو حطيتي نقة البلح اللي انا قلتلك عليها ديت مش هتاخد وقت خالص. زي ما انتوا شايفين اهوت، كنت نزلت بالمامية، جبت قرن فلفل، قرن شطة حراق، قطعته كده وفتحته بس من النص يديني طعم ايه حلو قوي. وحطيت معلقة شطة اللي هي هريسة شطة. انتي حابة تحطيها، مش حابة خلاص. انا ما كترتهاش، بس كانت مدية تست حلوة قوي قوي للحم. اهي زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين؟ يعني البامية ما تحطهاش واللحمة لسه قدامها نص ساعة، لا البامية كده كده ما بتاخدش وقت سوا كتير. وفي نفس الوقت عشان البامية ما تتهراش منك وتلاقي اللحمة لسه جامدة، انا جيت ابص على اللحمة لقيتها تعتبر اصلا استوت. قمت جاية نازلة بالبامية، تاخد بقى وتشرب كده بقى الشوربة الحلوة اللي هي مش كتير كمان، الدسمة ديت. كانت زي الفل. وسبتها بقى على نار هادية ايه برضو حوالي تلت ساعة بالظبط، يعني ساعة ونص اللحمة تستوت، وحطيت البامية من تلت ساعة. جبت بقى قلت اما اعمل برام رز معمر، رز معمر يبقى حلو كده. احنا كده ما خلصناش البامية، لا لسه هوريكم التركة بتاعت التوم هتعجبكم قوي. جبت بقى الرز وعايرته وحطيت شوية ملح وشوية زيت عافية، انا بوريته لكم ماله زيت ذرة، وهقلبه كويس في بعضه. انا يا جماعه زي ما انتوا عارفين او متعودين مني اللي متابعني عارف ان انا ما بحطش السمنه للاخر. هوريكم طاجن الرز المعمر كان عامل ازاي، ربنا كان بصوا احلى مطاعم فيك يا مصر او فيك يا اي حته ما بيعملوش الطاجن كده. يعني هو مش شكر فيا، بس هو كده. كل اللي يشوف يقول لا لا صراحه انتوا مميزه بالرز المعمر. حطيته بقى، شغلت الفرن، قدت الشوايه، وقدت الارضيه من تحت، وزودت اللبن اهوت. اللبن كنت انا غلياه زي ما انتوا شايفين، كان بيتلج سبته يفك شويه، قمت جايه غلياه. الباميه معانا اهي، شايفاها عامله ازاي. حطيت الملح بتاعها وظبطت الحدق بتاعها كويس، كانت زي الفل. هريسة الشطه يا جماعه فرقت في الطعم قوي. بوريكم اللحمه دايبه اصلا، يعني نكون عارفين اللحمه الضاني اصلا ما بتاخدش ايه، يعني في على حسب، لو صغيره بتاخدش وقت، لو كبيره بتاخد وقت. فانتوا حسيت اللحمه انت جايباها كبيره، حطي نقه بلح وانت بتغرفي شيليها. كان عندي بقى طبعا حفلة مواعين، كان النور قاطع والمية قبلها قاطعين بيوم. قلت بقى مغسلهم بالمرة، والبامية على نار هادية، والبامية والرز المعمر في الفرن اهوت. قلت بقى مغسل المواعين بالمرة عشان ايه، الاكل يستوي يكون المواعين متشطبة ويكون المطبخ زي الفل وناكل والحمد لله يعني. بارك الله فيما رزق. انا بوريكم الرز المعمر اهوت. اول ما بلاقي الوش هدي كده ولونه احمر، بقوم جايه طفياه. ما تخلوش لغايه ما يغمق قوي، وتطفي الشوايه من فوق عشان لونه ما يبقاش قافل معاكي. مليكه هي اصلا بصوا اي حاجه انا بعملها في المطبخ بتيجي تقف جنبي، تقعد تعيط كل مره وانا بغسل مواعين، عايزه اغسل مواعين. اقوم جايه جايبه لها اي طبق وهو نضيف اصلا، حته سلكه وشويه بريل، اغسلي بقى يا حبيبتي كده وسيبيني حرام عليكي. كل غسله مواعين يا جماعه ليها طقم، ليها غيار جديد لمليكه. يعني هي بتبقى تقف معايا بترخم عليا، خليها تلعب زي ما هي بتلعب وانا اشوف انا بعمل ايه. وبعد ما تخلص اقوم جايه مشطفاها وملبساها هدوم نضيفه. شايفين بقى لما الرز المعمر عامل ازاي، ما شاء الله. كان الرز حباه نبتت، كان خلاص، ده كان قبل ما اطلعه ب5 دقايق. جبت بقى معلقه وعملت فتحات كده وسيحت السمنه. عندك سمنه زبده حطي، عندك سمنه بلدي حطي. السمنه ديت انا كنت مسيحاها سمنه بلدي على سمنه زبده. بس كده شايفين بقى برغم الرز عامل ازاي. مقولكوش بقى على طعمه ولا ريحته ولا شكله اصلا اللي يفتح النفس كده. عايزاكم بقى يا جماعه حطوا لايك للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه، وقولوا لي كده ايه رايكم في يعني في برام الرز المعمر كده. اللي وصل في الفيديو للجزئيه ديت يكتب ايه رايه في الرز المعمر. شايفين بقى الحلاوه عامله ازاي، ما شاء الله كان جميل. انا بقى هوريكم التركيه اللي انا عملتها للباميه، خلت طعمه حلو قوي قوي قوي. هتعملي ايه يا ام مليكه؟ هقول لكم دلوقتي. انا حطيت معلقه سمنه، وجبت يا دوبك 5 فصوص توم،
قشرتهم قطعتهم كده بالسكينة على خفيف بس، وهحمرهم. هتحطهم فين دول؟ هحطهم على البامية. يبقى البامية حطينا معاها بصلاية بس وهي الطماطم وهي بتتضرب، وهنخلي بقى طعم التوم كده ايه، يفتح النفس، الريحة والطعم. التركية دي بجد 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 فرقت قوي قوي قوي. شايفين؟ هحطها بقى دلوقتي على البامية، هتخلي تاكلي بامية احلى من اي مطعم. انا بصوا اراهنكم، اعملوا البامية باللحمة، لحمة ضاني، لحمة بتلو، اي لحمة عندك، اعمليها بالتركية ديت وبنفس الخطوات اللي انا عاملاها، اتحدى بيه اي مطعم. شايفين بقى؟ نزلت بقى متجهة طشها على البامية باللحمة، والله العظيم طعمها يا جماعة كان تحفة. وشكلها اصلا شايفين شكلها عامل ازاي. وتركايه التوم فرقت قوي، تركايه هريسة الشطة فرقت قوي، قرن الشطة اللي انا فتحته من الجنب كده وحطيته فرق قوي. ان انت تسوي اللحمة مع الصلصة في الاول خالص بالبصل بالتوابل، فرقت قوي في طعم اللحمة وفي طعم البامية. احنا كده خلصنا؟ لا كده مخلصناش، هوريكم انا هعمل ايه تاني في البامية. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، عيد سعيد عليكم وعلينا يا رب. ربنا يجعله بصوا نهاية لأي حاجة مضايقانا، وفتحة خير لنا وفتحة رزق لنا ولأهالينا. قولوا في التعليقات مين بيحب البامية. انا وانا صغيرة ده كنت استحالة اكل بامية، استحالة. انا كنت هعمل ايه؟ خلاص البامية خلاص طفيت عليها، والرز خلاص طلعته وغطيته وطفيت عليه. انا حبيت بقى ان انا اعمل رغيف، يعني عيش على احط الباميه في طاجن في برام، واحمل عليه رغيف وبطط عليه العيش دوت وايه، واحطه على الوش كده. انا هقول لكم انا عملت ايه عشان تعرفوا مش انتوا بس اللي عندكم زهايمر، ده انا كمان عندي زهايمر. يا دوبك حطيت كوبايتين دقيق، شويه ميه، ذره ملح صغيره، بس كده. عجنته وقمت جايه خلاص سايباه في جنب بقى كده ايه، على ما ايه تهدى كده مع نفسها. وجبت برام غسلته، كان عندي برام دوت كنت ركناه غسلته، وحطيت بقى فيه ايه، نزلت فيه بالبامية باللحم. ما تتخيلوش انت بتاكلوا لحمة في مطاعم، بامية في مطاعم او اي برام بتاكلوه في مطاعم بيتعمل سوا كامل في الفرن بالبرام، لا. هو الاول بيسووه على النار لنص سوا، لتلات ارباع سوا، لسوا كامل، وبعد كده ينقلوه في البرام. بس البرام بيفرق قوي قوي في الطعم، بيدي ما شاء الله سبحان الله، بيدي حاجة طعم كده مميز للاكل اللي انت بتاكليه. هنقل بقى اللحمة كلها في البرام. في ناس كتير بيقولوا لي في التعليقات او يعني حبايبي وصحابي، يا ماما ليه انت بتعملي اكل بكميات كبيره؟ يا جماعه انا لا يبقى عندي عزومه، لا اما يعني معظم الناس اللي عارفين ان انا بشتغل، لا اما بعمل اكل يقضينا يومين وممكن ثلاثه، يعني ممكن الاكل اللي انا بعمله دوت ناكل منه يومين والتالت كمان. يعني مش بنعمل ده في يوم وبنخلصه في يوم، يعني احنا مش وحوش يا جماعه. ما انا زي ما بقول لكم، لا اما عزومه، لا اما بعمل اكل يقضيني يومين ثلاثه. شايفين بقى؟ حطيته بقى فين؟ في الفرن، ياخد بقى ايه ريحه الفرن كده، وانا اصلا لسه مطلعه الرز المعمر منه، ياخد بقى الايه الطعم والريحه بتاعه الفرن كده اللي بتخلي الاكل يفتح النفس. انا قلت لكم انا عجنت عيش وحطيته في جنب، عجنت عجين عشان احطها على الوش، رغيف عيش كده زي ما بيطلع في المطاعم كده، وترش عليه شويه حبه البركه، ويبقى طعمه شكله تحفه اصلا. انا نسيت، ما شاء الله. قولوا لي بقى مين اللي فيكم بينسى زي كده؟ يعني بعد ما عجنت البتاع وخلاص وغرفت الاكل، ايه ده انا ما حطيتش العيش اللي انا حاطاه اللي انا عجنته. بس يلا بقى الحمد لله خير، كويس اللي احنا كده لغايه دلوقتي. شايفين بقى الرز البرامل والرز المعمر كان عامل ازاي؟ هغرب بقى الاكل والف هنا وشفا اللي كان نفسي بياكل منه. شايفين ما شاء الله الحبايه منبته منبته منبته، وفي نفس الوقت مفرفره، مش معجن، يعني هو مش منبت
ومعجن، لا ده الحبايه بصوا حبايه بحبايه، وفي نفس الوقت تاكلي الحبايه لا مستويه. شايفه ما شاء الله عامل ازاي. خلاص بقى كنت غرفت الرز، وهطلع بقى الباميه باللحمه، طاجن الباميه باللحمه واغرفه. عندك بقى شيبسي حطي، عندك مخلل حطي. انا بقى كان نفسي في الاكله دي قوي، اكلها بعيش ناشف من ايام بتاع ايام زمان اللي كانت ماما الله يرحمها بتعمله. لو في ناس يعني عارفين العيش دوت، العيش الفلاحي اللي كان بيتغرز في الفرن. يا سلام بقى لما تجيبي رغيف عيش فلاحي كده يكون ناشف، وتاكلي بالباميه، يا نهار ابيض على الطعم. ويا سلام بقى لما تاكلي الباميه دي تاني يوم. كانت ماما دايما تقولي انا ما بحبش اكل الباميه اول يوم، بحب اكل الباميه تاني يوم. لما كبرت بقى وجربت طعم الباميه فعلا اول يوم من تاني يوم، لا سبحان الله. يا جماعه اللي عنده عيش ناشف يبعت لي بالله عليكم. ان شاء الله ممكن قريب ان شاء الله هعمل. كده الفيديو بتاعنا كان خلص، استناكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. متنسونيش يا جماعه بالتعليق، ومتنسوش بالاشتراك بالقناه. كل سنه وانتم طيبين. استناكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.